السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مرة أخرى من جديد. اليوم إن شاء الله غنوجد معكم مركزات اللي كتنفع لينا وللأطفال وللضياف، ملي كيكون ليمون رخيص ولا الحامض أو أي فاكهة كتكون واجدة كنوجد بها هاد المركز اللي كيجي زوين. بالنسبة للفواكه هنا غسلتهم مزيان، من بعد ما غادي نقطع البنة غادي نضيف ليه عصير تقريبا ديال 2 حامضات كبار، من بعد هنايا غادي نضيف السكر. بالنسبة للسنيدة غادي نضيف تقريبا هنايا 450 غرام. كل كيلو بنان كنضيف ليه نص كيلو او 400 غرام حسب الفاكهه الحلاوه اللي فيها. وهنا من بعد ما دازت تقريبا 6 سوايع كنحرك نجبدو نعاود نحركو مزيان وغادي نطحنوه في المولينيكس. من بعد غنعاود نردو لنفس الوقيره وغنخليه في المجمد يكمل 24 ساعه عاد نستعملو. دزنا المركز البرتقال غادي ناخد ليه القشره الفوقانيه ديك الرقيقه وغادي نطحنو في العشوار. بالنسبه للمركز الليمون او الحامض خاصنا نخليهم على الاقل 8 ديال السوايع. من بعد هنايا ما زودت القشور 3 كيلو ديال الليمون غادي نطحنهم مزيان في العشوار. من بعد غادي نضيف لهم الماء سخون باش يزول ليهم ديك المروره، وغادي نضيف ليهم اللي غادي نصفيهم غنضيف ليهم كيلو و200 غرام ديال السنيده. السيترون حتى هو غادي ندير ليه نفس العمليه، حتى هو عندي 3 كيلو. تابعوا معايا حتى الاخير.
عندي هنا كيلو ديال الفريز، غسلته بهذاك الشامبو ديالو من الاحسن باش ما يتسرب ليش الماء ويتبدل ليه المذاق. من بعد غادي نقطعوه طرونش او مربعات كيف ما بغيتي، وغنضيف ليه السنيده تقريبا 8 ديال المعالق السنيده. هنايا غادي نضيف السنيده حسب الحلاوه اللي بغيتي، تقدري ديري غير 8 المعالق ولا تضيفي اكثر تاني 4 الخضرات. الفريز كيكون شويه حامض. هنايا حاجتي هي ب 8 المعالق. كيف ما قلت لكم غادي نحركو مزيان. هاد العمليه كيف ما كديرها كتضيفيه في السكيره اولا في البلاستيك وكديريه ديريكت في المجمد، حيت الا خليتيه هكا غادي يبدا يطلق مباشره هذاك الماء ديالو. من الاحسن انه يبقى بحال هكا باش الا بديتي تهزيه يجيك ساهل. وتقدري حتى انه وتديريه في المجمد تخدمي به في شي تحليه او لي طاغط كيجي زوين. هنايا غادي نعمر البلاصيكه ديالي القياس اللي بغيت، ومن بعد غادي نحاول نخرج من هذاك الهواء ونبسطها مزيان باش ما تاخذلياش البلاصه في المجمد. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا هاد المركزات كتجي اكثر من رائعه وكتعطي كميه كثيره تبارك الله. هو ديال البنان حتى هو راه كيلو ديال البنان عطاو بوقدر انك تطحنيه مع العصير الليمون كيجي زوين. وهاد الليمون والحامض حتى هما غادي نستعملهم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. هذا الفريز تا هو ضروري ديريه في الفريكو ديك الساعه. هانتوما يا المركز كي تيجي صراحه كيجي زوين وسهل، واخا في المجمد مع ديك السنيده كتعطيك السهوله انك تخدمي به. لكم فيديو جديد ان شاء الله كيفاش غنستعمل هاد المركزات وكذلك دوق شرط الحامض ونتاع الليمون. نتمنى الفيديو